والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ منورين المكتبتك. معاكم محمد في فيديو جديد وريفيو جديد لواحده من الساعات الاصليه الاقتصاديه اللي تجربتها استمرت من 4 ل 5 شهور. بقالي 4 ل 5 شهور بجرب الساعه كيس سيلكت كي اس 3. طبعا تجربه مش مستمره، مش على مدار الايام، لكن تحت النظر، تحت الاختبار، والبسها من وقت للتاني على مدار 4 شهور. اتوفرت حاليا بسعر مميز جدا وعليها خصم كبير قوي الفتره دي لحد نهايه رمضان، وممكن السعر يفضل على كده او ممكن يزيد حاجه بسيطه. فدي تجربه فعليه وحقيقيه للساعه المميزه جدا، وهي الساعه كيس سيلكت الكي اس 3. اول ساعه من براند كيس سيلكت تيجي بشاشه كيرفد، مش ريفيو والسلام، ريفيو تجربه. ده شكل الساعه زي ما انت شايف كده. وخلينا نبدا الفيديو باول جزء ونتكلم عن الانبوكسنج ومحتويات اللعبه الخاصه بالساعه الكيس سيلكت الكي اس 3. الساعه اللي انا زي ما قلت لك قبل كده جربتها 4 شهور، بقالي 4 شهور عشان ضغط الساعات اللي عندي وكده. فجه الوقت اللي احنا خلاص نعمل ريفيو بعد التجربه الطويله دي. طبعا تجربه تفصيليه الوحيده اللي هتفيدك لما تيجي تشتري. المهم مكتوب هنا اسم الساعه كي سيلكت وهنا الكي اس 3. شكل الساعه طبعا اللي جاي بشاشه كيرفد ممتازه جدا، ومن ضمن المواصفات المميزه ان هي فيها جي بي اس وحجم شاشه 2.1 مش 2.01. خد بالك عشان دي تفصيله بتوضح فرق كبير جدا في حجم الشاشه. طبعا شاشه اموليد، وطبعا فيها بلوتوث 5.2 بيدعم اتصال المكالمات. في الجنب هنا في شويه تفاصيل برضو عن الشاشه، ان هي اموليد بحجم شاشه 2.1، فيها 150 مود رياضي، فيها جي بي اس متتبع من خلال ست اقمار صناعيه. الناحيه الثانيه مقاوم ميه بمعيار 5 اي تي ام، تقدر تاخد بيها الشاور، تقدر تغسل بيها ايدك، تتوضى بيها، كل التفاصيل دي تمام. فيها قياسات صحيه على مدار 24 ساعه، وبطاريه مع التجربه ممتازه جدا جدا جدا، هتشوفها دلوقتي واحنا بنصور. يعني عندنا هنا في الظهر هنا مكتوب برضو شويه تفاصيل، اهمهم ان هي بطاريه 400 ملي امبير. ده المواصفه او التفصيله المهمه في الجزء اللي في الظهر. طبعا الساعه مدعومه باللغه العربيه. نفتح بقى العلم مع بعض بالشكل ده كده. كانت الشركه يعني بجربها بقى 4 شهور، فهي معايا من شهر 11. كانت الشركه عامله مسابقه كده اللي احنا لما نصور وبتاع ناخد جايزه حوار كده يعني، فدي مش مهمه. ادي عندك هنا ده الساعه زي ما انت شايف بقى، بتيجي متكفره في الجزء ده كده، وده شكل الساعه. طبعا الساعه بتيجي باللون بلو او ميد نايت بلو، مش اسود ومش ازرق، لكن هو مد كده على زرق مسود كده. وطبعا ده شكل الاستراب برضو، الاستراب او القفل بتاع الاستراب بنفس اللون. وهنا طبعا الختم بتاع كيس سيلكت. وادي شكل الساعه. ده شكل الساعه بعد استخدام 3 شهور يا شباب، تمام، او 4 شهور. عندك ايه تاني؟ هيكون عندنا هنا الكيبل بتاع الشاحن، شاحن اليو اس بي مختوم بكيس سيلكت زي ما احنا متعودين او شفنا مؤخرا، واثنين بينا بالشكل ده. في ايه تاني هيكون عندنا في العلبه؟ ادي اليوزر مانوال او الكتالوج اللي طبعا محدش بيقراه. وعندنا بقى الحاجه الحلوه جدا برضو في الساعه ان هي جايه بسكرين. ده شكل السكرين اللي جايه معاه، وده ممسحها كده عشان خاطر لما تركب السكرين بقى تبدا تمسح بيها وبتاع فتشيل الفراغات. وده تفصيله حلوه جدا برضو من التفاصيل اللي موجوده داخل العلبه. ده كده الانبوكسنج وشكل الساعه من جوه. نفتح بقى كده الساعه مع بعض، نخش على الجزء الثاني ونتكلم عن سوفت وير ومواصفات تقنيه بقى الخاصه بالساعه اللي معانا، وهي الكي سيلكت الكي اس 3. التجربه اللي استمرت زي ما قلت لك قبل كده على مدار 4 شهور. واحده من الساعات الجميله جدا جدا من براند كي سيلكت، اللي بتيجي بتفصيله مش موجوده في اي ساعه ثانيه، وهي ان الشاشه بتاعتها كيرفد. زي ما انت شايف الميلان بتاع الساعه مش ستريت، الساعه فيها ميلان كده، يعني بيدي تجربه حلوه قوي للشاشه. وكمان تجربه حلوه جدا في لبسها على الايد. زي ما انت شايف البادي من المعدن، البادي ده كله هنا من المعدن. وعندك هنا الظهر من البلاستيك المقوى. طبعا بتيجي بستراب مقاس 22، تقدر تغيره باي ستراب زي ما انت عايز من السوق. طبعا مختومه هنا بكلمه كي سيلكت، ودي السلاسل بتاعه القياس زي ما انت شايف، وكلمه او حرف الكي بتاع كي سيلكت موجود على الكراون. عندنا الزرار ده، دي فتحه المايك، والناحيه الثانيه فتحه السبيكر. وده في المجمل شكل الساعه. عندك هنا اللوك ده من المعدن برضو، اللوك بتاع الاستراب ده من المعدن. والاستراب جاي بخامه حلوه جدا، وزي ما قلت لك تقدر تغيره باي استراب زي ما انت عايز من السوق. بخلاف المواصفات التقنيه اللي قلت لك في الانبوكسنج، احنا عندنا الساعه بتيجي بشاشه تردد 60 هرتز، سرعه بتنقل ما بين القوائم وبين في حركه التاتش ممتازه جدا. كمان الساعه بتيجي بريزوليوشن 410 في 502 بكسل، وضوح وسطوع تحت اشعه الشمس حدث ولا حرج زي ما انت شايف في الصور اللي معانا. فبالنسبه للتفاصيل او المواصفات التقنيه، فدي اهم المواصفات التقنيه بخلاف اللي انا قلت لك في الانبوكسنج. فعشان ما نطولش خلينا نخش على السوفت وير بقى بتاع الساعه من جوه والمعطيات اللي احنا بنقوله في الفيديو. عندنا هنا دي الشاشه بتاعت الساعه، وعندك لما بنسوايب من فوق تحت كده بنخش على الشورت منيو اللي فيه اول حاجه هنا بيكون وضع عدم الازعاج. الساعه ما تضربش، ما يجيلكش اشعارات، ما تعملش فايبريشن، الكلام ده. عندنا هنا التحكم في مستويات السطوع ب5 مستويات مختلفه. انا دايما بستخدم المستوى قليل جدا. هنا
عندك شاشه الرفع، لما ترفع ايدك كده الشاشه تنور، تفتحها وتقفلها من هنا. عندك هنا البلوتوث الخاص بالمكالمات وجهات الاتصال بقى ووحده الاتصال، او الجزء الخاص بالهاتف. عندك هنا الجزء الخاص بالهاتف، جهات الاتصال وسجل المكالمات ولوحده المفاتيح لو انت عايز تعمل مكالمه دايركت من على الساعه. اللي جنبنا هنا بقى، اللي جنبها ده هنا البلوتوث الخاص بالمكالمات، بتفتحه وتقفله من هنا وهو كده مفتوح، لما بنضغط عليه بنقفل. عندك هنا الاعدادات، اللي هنتكلم عنها بالتفصيل لما نخش على الساعه من جوه. هنا تقفل الاشعارات. عندك هنا وضع توفير الطاقه، بتبقى الساعه بالشكل ده كده، تفضل بالشكل ده. عايز اقول لك ان البطاريه بتاعتها ممتازه جدا، ممكن تقعد معاك لحد 4-5 ايام في الاستخدام العادي، وممكن تقعد معاك 10 ايام في الاستخدام القليل، فبطاريه الساعه حلوه جدا. عايزين نخرج من وضع توفير الطاقه، بنضغط ضغط طويل على الزرار ده بالشكل ده كده عشان نخرج من وضع توفير الطاقه. عندك بعد كده هنا البحث عن الموبايل، تبحث بالشكل ده والموبايل بيضرب بنغمه الرنين بتاعه الموبايل. نخرج كده تقفل البحث. في عندنا شاشه ثانيه في الاختصارات. اول حاجه هنا وضع الاولوس اون ديسبلاي، بتفتحه وتقفله من هنا. عندك هنا الكشاف عشان لو عايز تنور على حاجه قدامك في مكان ضلمه. هنا عشان تتحكم في مستوى صوت الرنين بتاع الساعه، طبعا الساعه صوتها عالي جدا. بعد كده هنا التحكم في مستوى الفايبريشن. بعد كده عندنا هنا التحكم في الكاميرا، طبعا بس لازم نكون فاتحين البرنامج عشان نقدر نتحكم في الكاميرا. عندك هنا منبه لو انت عايز تضيف منبه، او لو انت اوريدي فاتح منبه او ضايف منبه انك تفتحه او تقفله. بعد كده هنا اوبشن طرد الميه من الساعه، نقعد نهز الساعه بالشكل ده كده عشان لو دخل جواها ميه فتحات السماعه او الميه تطردها. اخر حاجه هنا لو احنا عايزين نضيف اوبشن من الاوبشنات اللي في الاختصارات اللي مش موجوده في الاختصارات بنضيفها، بس بالفعل احنا ضايفين كل حاجه يعني فمفيش حاجه مش متضافه، نقدر ان احنا نمسح لو في حاجه عايزين نمسحها. طيب بعد كده لما بنسوايب من فوق لتحت بنخش على الاشعارات. الساعه بتجيب لك كل اشعارات البرامج اللي على الموبايل كلها بلا استثناء، يعني ادي اشعارات الواتساب بتخش عليها كده تفتح لك بقى كل اشعارات او تجيب لك كل اشعارات الواتساب اللي جات لك بخط عربي واضح جدا، وبتجيب اشعار بحجم كبير وحجم صغير، مفيش اي مشكله في موضوع الاشعارات. عايز اوريك اشعار حجمه كبير بس زي ما انت شايف دي كلها اشعارات الواتساب بس زي ما انت شايف اهو، ده اشعارات الواتساب. نخرج كده نخش على اشعارات الساعه، دي اشعارات اللي بتجي لك بالنهار، في اشعار كده بيجي بالنهار في ايه انت النهارده عملت كام خطوه والبطاريه نسبتها قد ايه ونمت كام ساعه والتفاصيل دي كلها، ده اشعار بيجي انت برضو بتفتحه من على الابلكيشن. اشعار مثلا بتحويل فلوس مثلا، ادي حجم الاشعار شايف. فالاشعارات بتيجي من البرامج كلها وكل برنامج بيجي بشكل الايموجي بتاعه، يعني السي اي بي وكاب كات يوتيوب جوجل علي اكسبريس، كل حاجه جايه، كل الفيسبوك، كل اشعار تخش عليه يجيب لك بقى كل الاشعارات اللي عندك من البرنامج ذات نفسه. طلبات سامسونج كلاود، كل حاجه بتجيلك طبعا لو انت عايز تمسح الاشعار صح. من نقطه الاشعارات شغاله بشكل كويس جدا وتجربتها كويسه جدا مع الساعه. طبعا عشان نخرج من الاشعارات لازم نجيب بقى اولها كده وننزل الشاشه بالشكل ده. لما بنسوايب من اليمين للشمال بنخش على الشاشه الجانبيه، اول واحده فيهم اللي هي شاشه النشاط اليومي، فيها الخطوات والسعرات الحراريه والمسافه اللي مشيتها وهكذا من الداتا الصحيه بتاعتك على مدار اليوم. داتا كويسه جدا تقدر تعتمد عليها بنسبه تتعدى ال 95%، فدي كلها داتا خاصه بس بالنشاط اليومي بتاعك. بعد كده هيكون عندنا هنا القياس بنقره واحده، تقدر ان انت تقيس كل الحاجات اللي الساعه بتقيسها، معدل ضربات القلب، الاكسجين، الجهد، كلهم بضغطه زرار. فده بيكون شكل القياس لما بنقيس كل حاجه مره واحده. طبعا لو احنا عايزين بقى نقارن ما بين الساعه والاكسيمتر هنقيس كل حاجه لوحدها. طيب زي ما انت شايف بقى السلاسه في التنقل ما بين الشاشات وبعضها، يعني ما اتكلمش يعني مش هنتكلم في الموضوع ده. بعد كده عندك هنا بقى الالعاب الرياضيه المتعدده اللي ممكن تلعبها وانت لابس الساعه. عندنا مثلا الجري والمشي وخلافه، خلينا نجرب ان احنا مثلا هنمارس رياضه المشي. ده شكل الشاشه او الساعه، تحسب لك التايم والكالوريز والمسافه والداتا برضو ممتازه جدا عن الموديل اللي انت عامله. لما بنسوايب كده بنخش على التحكم في الساوند اللي بالمناسبه تقدر تربط ايربود وتسمع من الساعه مباشره من غير موبايل. وعندك هنا لو انت عايز تخرج من المود الرياضي بيكون بالشكل. بعد المود الرياضي عندنا عدد ساعات النوم، جبت كام ساعه نوم عميق كام ساعه نوم خفيف، 8 ساعات ودقيقتين، تطلع كده تضغط وتطلع كده بيجيب لك بقى الداتا بتاعه النوم برضو بشكل مفصل. طبعا من على البرنامج هيبقى فيه تفاصيل. بعد كده بيكون عندنا هنا درجه الحراره، تزامن الطقس، كمان بقى بتلاقي فيه تفاصيل برضو اكتر عن قياس الحراره على مدار اليوم، تطلع تلاقي درجه الرطوبه ودرجه الحراره على مدار الاسبوع القادم وتفاصيل برضو ممتازه جدا. بعد كده عندنا التحكم في الساوند، وبعد كده عندنا هنا الكالندر، واخر حاجه عندك هنا معدل ضربات القلب. وتعالى نقارنه بالاكسوميتر ونشوف القياس هيبقى عامل ازاي مقارنه بالاكسوميتر. زي ما انت شايف يا صديقي الاكسوميتر مديني 80 وادي الساعه 81 تقريبا. القياسات كالعاده بتكون متقاربه جدا او هي في الساعات الاصليه مقارنه مع الاكسوميتر. لما نضغط برضو
برده كده بنطلع فوق. اخر حاجه عندنا لما بنسوايب من اليمين للشمال هيكون عندنا بقى ايه، ان احنا نضيف حاجات او نضيف شاشات اضافيه مش موجوده في القائمه، نضيف حاجات موجوده في القائمه دي. بس زي ما انت شايف احنا ضايفين معظم الحاجات. ممكن نضيف كمان الاكسجين في الدم، فبالتالي لما نسوايب كده هنلاقي بقى موجود الاكسجين في الدم. لما بنسوايب من الشمال لليمين كده بنخش على الشاشه الجانبيه دي اللي فيها الاختصارات لاخر حاجات للحاجات اللي موجوده على الساعه. اول حاجه هنا الساوند، بعد كده هنا تطبيقات، توصيه بالتطبيقات، درجه الحراره، الحاله اليوميه او الحاله الصحيه اليوميه، المنبه، اخر ساعات نوم، والقياس بتاع الاكسجين والنبض. وفي عندك هنا السيتنج تقدر تشيل حاجات برضو وتضيف حاجات من الشاشه الجانبيه. ده بالنسبه للشاشه الرئيسيه. اللي اخر حاجه هنتكلم فيها هو الخلفيات. مجموعه كبيره جدا من الخلفيات، دي خلفيه رئيسيه، دي خلفيه رئيسيه، برضو خلفيه رئيسيه، لحد هنا خلفيات رئيسيه. بعد كده انت بقى بتحمل خلفيات من على البرنامج، ودي مجموعه من الخلفيات اللي انا محملها. الخلفيه دي رهيبه جدا، ودي داتا حقيقيه. عندك هنا الخطوات، عندك هنا الكالوريز، الساعه، التاريخ، البطاريه، اليوم، داتا من الحاجات الحلوه جدا. عندنا هنا السكرول ده شغال في القوائم وخلافه، وعندنا هنا ضغط على السكرول ده بنخش على القائمه، وعندنا ضغط على الزرار اللي تحت ده بيخش على المود الرياضي. ضغط طويل على السكرول بيخلينا نفعل اوبشن ان احنا نقفل الساعه او نعمل لها ريسيت. ضغط طويل على الزرار اللي تحت السكرول بيخلينا نشغل او نجيب على طول جهات الاتصال الموجوده على الساعه. اما بالنسبه للضغطتين بشكل سريع على الزرار اللي تحت السكرول بيدينا اوبشن سيري او جوجل اسيست او حسب بقى ايه نوع موبايل. كده احنا اتكلمنا عن الشاشات الرئيسيه. هنخش بقى نتكلم عن القائمه ونقول ايه اللي موجود فيها. قبل ما نخش على القائمه عايز اقول لك ان في خلفيه من الخلفيات مميزه قوي، دي تقدر تتحرك كده وتختار اللي انت عايز تشغله. عايزين نخش على هارت ريت نضغط بالشكل ده فيدخلنا. عايزين مثلا نفتح المكالمات، نقوم ضاغطين كده يجيبنا على المكالمات. فضمن الخلفيات الحلوه كمان في ملاحظه حلوه جدا وهي لمبه الاشارات. لمبه الاشارات بتختلف في كل خلفيه عن الخلفيه الثانيه. في كل خلفيه بيكون لمبه الاشارات في مكان مختلف. انا هوريها لك اول ما يجي اشعار ما فتحناهوش وهنشوف التفصيله دي مع بعض. طيب نخش على القائمه بقى. عندنا اول حاجه في القائمه هنا بيانات النشاطات اليوميه او النشاط اليومي بتاعنا. مشينا كم خطوه، انا كم سعر حراري، ومشينا مسافه قد ايه، والهدف اللي احنا محتاجينه نعمله في اليوم. يعني عايزين نمشي كام دقيقه، نحرق كام كالوريز، اللي مثلا عايزين نحرق مثلا 550 كالوريز، وعندها النشاط ده على مدار وقت قد ايه. تغير الهدف تبدا بقى الساعه تحسب لك. عايز اقول لك من المميزات الحلوه جدا في الساعه ان هي بتحتفل بكل انجاز بتعمله. يعني كل مثلا ما تحقق انجاز تلاقي الساعه على طول عملت لك زي كده درع كده بيظهر لك في الشاشه وبيقول لك ان انت حققت الانجاز. تعال نشوف بقى زي ما قلت لك شكل الاشعار. هنا مثلا اللمبه بتكون في المكان ده، في خلفيه ثانيه برضو هتلاقي اللمبه مثلا بقت في النص. كل خلفيه بيكون لمبه الاشارات موجوده في بشكل مختلف، يعني زي ما انت شايف دي برضو هنا في النص وهكذا بقى. تمام. بعد النشاط عندنا هنا الهاتف اللي اتكلمنا عنه قبل كده. عندنا المساعد الصوت، نقدر ندي اوامر للموبايل من على الساعه. هنا عندك الالعاب الرياضيه او التمارين الرياضيه، مجموعه كبيره جدا من الالعاب نقدر نلعبها 51 ساعه. عندك هنا بعد كده دورات تدريبيه خاصه بالجري، بس في جري لمده 6 دقائق و10 دقائق وليفلات بقى مختلفه، كل ليفل فيهم عشان تحقق هدف معين. طبعا اول حاجه لما بتفتح مود الرياضي الجي بي اس بيحاول يحدد الموقع بتاعك عشان يحسب لك او يعمل لك الخريطه اللي انت جريت او عملت الرياضه فيها. ده بالنسبه للدورات الركض. عندك هنا بقى سجل التمارين، اي مود رياضي انت عملته بيتحفظ او يكون ليه سجل هنا. بعد كده هيكون عندنا هنا معدل ضربات القلب، شفناها قبل كده، والداتا بقى الكبيره جدا عن معدل ضربات القلب. برضو نفس الكلام في الاكسجين في الدم. خلينا نشوف كده السلاسل بتاعه النبض. السنسور الاخضر، تعال نشوف بقى مثلا السنسور بتاع الاكسجين في الدم. سنسور احمر كالعاده. الساعات الاصليه فيها الاقتصاديه اللي بتيجي بكواليتي كويسه بيكون في 2 سنسور، واحد خاص بقياس النبض وواحد خاص بقياس الاكسجين. طيب هيكون بعد كده عندنا ايه؟ عندنا هنا قياس الجهد وهو درجه اجهاد معدل ضربات القلب، مش خاص بالضغط او حاجه. ده الاجهاد بتاعك، ده بيكون القياس بتاعه 1 ل 29. ده كده استرخاء طبيعي من 30 ل 59، متوسط وهكذا. ديت بيانات عن القياس بتاع الاجهاد. بعد كده هي فيها القياس بنقره واحده، احنا جربناها من شويه. عندك هنا معدل قياس النوم برضه شفناه من شويه. بعد كده عندك هنا المود الخاص بالمراه، هو اسمه هنا تعقب ركوب الدراجه، بس هو ده المود الخاص بالمراه. عندك هنا بقى التامل، مود خاص بالتامل، تاخد برضه شهيق وزفير كده، تنفس من البطن وتنفس من المناخير وتنفس وتدريب على التنفس. في بعد كده عندك هنا طاقه الجسم، ده عباره عن ايه؟ تعال نخش نشوف. هي قياس التوتر والنوم مش عارف ايه كده، برضه حاجه عامله زي الاجهاد كده او نسبه الاجهاد. بعد كده عندنا هنا اختبار مستوى الصوت المحيطي، يعني اللي هو بقى الدوشه اللي انت فيها مستواها عامل ازاي. فده مقياس المستوى بتاع الدوشه اللي حواليك. فكل ما علينا صوتنا هتلاقي الصوت عالي مش كده بقول لك ان ايه في دوشه دلوقتي حواليك. يعني حاجه كده مش موجوده في اي ساعه. انا اعتقد ما لقيتهاش في اي ساعه غير في الكي اس 2 ودلوقتي الكي اس 3. طيب بعد كده عندنا هنا بقى قياس المشاعر. بقى الساعه تعرف انت مشاعرك عامله ازاي دلوقتي. فخلينا ماشي نقيس المشاعر. احنا عايزين نعرف مشاعرنا دلوقتي اخبارها ايه، وده هو شكل الساعه لما بتيجي تقيس المشاعر. طبعا يا جابت لي
ان انا سعيد. اي نعم لسه بتفرج حالا على ليفربول وهي بتخسر دوري ابطال اوروبا، بس يلا مش مشكله انا معاك. طيب بعد كده عندنا هنا بقى البطاقه الالكترونيه، بتقدر تضيف بطاقات الكترونيه من خلال التطبيق عشان خاطر هنعرف بعد كده عندنا هنا الكالندر او الجدول الزمني. هنا بقى الاوبشنز الخاصه بالساعه زي المنبه والستوب واتش والمؤقت والساعه العالميه. في بعد كده عندنا هنا مؤقت، ده عباره عن تايم انت بتظبطه من على الساعه. في خلال التايم ده ما بيجيلكش اي اشعارات، ما بيجيلكش اي تنبيهات، تركيز بقى كامل سواء في القرايه سواء في اي حاجه معينه انت بتعملها. فده بالنسبه للاوبشن الخاص ده. برده اوبشن مش موجود غير في ساعات كي سيلكت، يعني الحاجات اللي هم بيفتخر ان هم عندهم ان هي عندهم في الساعه. الويزر او تزامن الطقس احنا اتكلمنا عنه قبل كده. التحكم في الساوند اللي موجوده على الساعه، ونقدر ان احنا نسمع الساوند اللي من على الموبايل او نسمع الساوند اللي على الساعه نفسها. ده ساوند على الساعه نفسها. نقدر ان احنا نربط ايربود على الساعه ونسمع من على الايربود مباشره. فلو احنا مشغلين ايربود بالشكل ده كده، الله يعينه هنا كده، نقدر ان احنا نربط الايربود مباشره على الساعه، واي ساوند على الساعه ممكن ان احنا نسمعه مباشره من خلال الساعه. فبالتالي لو احنا بنعمل رياضه او حاجه وعايزين نسمع ساوند واحنا بنجري بالساعه، نقدر ان احنا نجري بيها واحنا رابطينها بالايربود وما نستخدمش الموبايل خالص. نعمل بحث كده. طيب فعندنا اوبشن ان احنا نقدر نربطها على الايربود، فتمام ممكن نخش نربطها بالشكل ده كده، وبالتالي احنا ربطنا الساعه اهو على السماعه عشان نستخدم الساوند مباشره. طيب عندنا ايه بعد كده؟ في عندنا هنا البوصله، هز ايدنا بالشكل ده كده عشان البوصله تشتغل. زي ما انت شايف ده بيكون شكل اهو البوصله بقى كده، شكلها حلو برده، بتتحرك بطريقه سموث جدا. بعد كده يكون عندنا هنا الاله حاسبه لو عايزين نعمل عمليات حسابيه من على الساعه. بعد كده يكون عندنا هنا لعبتين، في لعبتين كده ممكن نلعبهم من على الساعه. في عندك هنا بقى الريكورد مسجل، تقدر تعمل ريكورد من هنا كده. فالو الو الو الو، ايه الاخبار يا شباب؟ عاملين ايه؟ منورين قناه المكان. معاكم محمد في فيديو جديد، وريفيو جديد ومهم قوي عن واحده من الساعات الممتازه والمميزه واللي السوق كان مفتقد ليها ريفيو تفصيلي، فاحنا عملنا ريفيو تفصيلي ليها اهو. فتمام كده عملنا ريكورد، نقدر ان احنا نسمعه بقى بالشكل ده. الو 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 الو، ايه الاخبار يا شباب؟ عاملين ايه؟ منورين محمد في فيديو جديد. ده بالنسبه للريكورد. عندنا هنا برضه اوبشن الكشاف، عندك هنا البحث عن الموبايل شفناه قبل كده. عندك اخر حاجه بقى الجزء المهم وهو الاعدادات. اول حاجه فيهم لو احنا عايزين نغير الواجهات بتاعه الساعه نقدر نغيرها من هنا بالشكل ده كده، او نغيرها من بره زي ما احنا عايزين يعني. بعد كده هيكون عندنا ايه في السيتنج؟ عندنا البلوتوث، سماعه البلوتوث اللي احنا نقدر نربطها زي ما احنا شفنا قبل كده. بعد كده عندنا هنا وضع الاولويز اون ديسبلاي، بنفتحه من هنا وبنختار شكل الاولويز اون ديسبلاي. عندنا مجموعه من الاشكال اللي ممكن نختار ما بينهم، حوالي 6 اشكال. انا مثلا افضل الشكل ده. وعندك هنا وقت بدايه ووقت نهايه. ليه بقى؟ لان انت بالليل وانت داخل تنام ما انتش محتاج الاوبشن ده. انا بنام بالساعه على طول، مانيش محتاج وانا نايم اولويز اون ديسبلاي، مانيش محتاج بالليل اولويز اون ديسبلاي. مثلا انت محدد مثلا ان من الساعه 1 الصبح لحد 10 بالليل ما تعملش اولويز اون ديسبلاي. بعد كده عندنا هنا الصوت والاهتزاز، التحكم في الصوت والاهتزاز. عندنا هنا الوضع الصامت، نفتحه ونقفله من هنا. وعندك هنا انت تحط ايدك على الشاشه كده في الساعه تعمل سايلنت. وعندك هنا الساعه تعرف لوحدها. وعندك هنا اوبشن لما تحقق انجاز في الرياضه الساعه كده تعمل لك زي تنبيه كده وبتاع. عندك بعد كده هنا التحكم في صوت الوسائط، وعندك هنا التحكم في صوت الرنين، وعندك هنا اختيار لنغمه الرنين. في مجموعه من النغمات اللي تختار ما بينهم حوالي 9 أو 10 نغمات تختار ما بينهم، او تختار ان انت مش عايز نغمه خالص. عندك برضو التحكم في نغمه الاشعارات، في مجموعه من الاشعارات او صوت الاشعارات اللي ممكن تتحكم فيه. وعندك هنا التحكم في الاهتزاز ما بين عالي ومنخفض، او ما تخليش الساعه تعمل اهتزاز خالص. ده بالنسبه للتحكم في الصوت والاهتزاز. عندك بقى العرض والسطوع الخاص بالشاشه. عندك اول حاجه هنا السطوع يدوي على ماشي، وعندك هنا السطوع الليلي اللي هو بالليل. اول حتى لو انت معلي السطوع وتستخدم اعلى اضاءه في السطوع، تيجي الساعه لوحدها الساعه 7 بالليل لحد الساعه 6 الصبح هي بتعمل اضاءه قليله للشاشه، تعمل وضع الاضاءه الليلي. بعد كده عندك هنا وقت ايقاف تشغيل الشاشه من اول 5 ثواني لحد 20 ثانيه. وعندك هنا انك تلف ايدك كده الساعه تنور. عندك تخلي الاوبشن ده شغال طول اليوم او تخليه مؤقت. عندك الاوبشنين، وعندك ان انت توقف الاوبشن خالص. انا افضل ان هو شغال بشكل مؤقت. عندك بعد كده ايقاف تشغيل الشاشه عند وضع راحه اليد فوق، يعني لما نكون عاملين كده وحطينا ايدنا فوق الشاشه على طول تلاقي الاولويز اون ديسبلاي اشتغل زي ما انت شايف اهو. ولما نرفع ايدنا كده الساعه تنور معانا. اخر اوبشن عندنا وهو لما تكون الشاشه مظلمه واحنا مش مشغلين الاولويز اون ديسبلاي وضغطنا على الشاشه تنور معانا. طبعا الاوبشنات دي كلها قلل جدا من استهلاك البطاريه، فانت كل ما زودت الاوبشنات كل ما استهلاك البطاريه قل. بعد كده عندك هنا شكل التطبيقات، عايز تعرضها ازاي في شكل القائمه. ففي قائمه وفي شبكه 2 وشبكه 3 في عرض الشلال. خلينا نشوف شكل مثلا عرض الشلال ده عامل ازاي. ادي شكل عرض الشلال، وادي التحكم في السكرول وانت جوه القائمه. تمام. طيب ايه تاني عندنا في السيتنج؟ عندنا بعد كده هنا وضع عدم الازعاج، في تشغيل وفي بتحدد له وقت بدايه ووقت نهايه، وفي بقى انك
انك توقف الاوبشن خالص. عندك بعد كده هنا وضع السكون، تحدد وقت الساعه تظبط لك فيها لما تكون نايم، تظبط بقى ما يجيلكش اشعارات برضه ولا تنبيهات والحاجات دي، فده وضع بيشتغل تلقائي كل يوم. عندك الكشف التلقائي على الالعاب الرياضيه، انا محدد ان انا لما اكون ماشي بس تكتشف ان انا ماشي، لكن الركض بقى والغاء في الساعه بتقدر تكتشف 4 العاب رياضيه لوحدها، انا محدد منهم حاجه واحده. بعد كده عندك انك تقدر تعمل باسورد للساعه. بعد كده في هنا اوبشن البطاريه. للاسف الشديد انا ما شحنتش الساعه دي من 8 ايام، لكن وانا بجرب الساعه دلوقتي حاططها في الشاحن، فهي كانت بقى لها 8 ايام نزلت ل 40%، لكن بس مجرد ما حطيتها في الشاحن ادتني القرايه اللي انا كنت حقيقي عايز اصور لكم ان هي بقى لها 8 ايام ونزلت ل 47% من غير ما تتشحن. بعد كده عندك هنا بقى التفضيلات الخاصه بالشاشه الجانبيه بتظبطها من هنا. عندك هنا التفضيلات فيها بقى التحكم في اول حاجه المفتاح دوت عايز تخليه، فانا مخليه مثلا التمارين. لو انا عايز اخليه مثلا وليكن مثلا المنبه، مثلا لما نخرج كده اجي ادوس على الزرار ده يفتح لي المنبه مباشره. بعد كده عندنا هنا الاوبشن الخاص بالبلوتوث. بعد كده عندنا هنا الاوبشن الخاص بقى باعاده تشغيل الساعه وايقاف التشغيل لو انا عايز اربطها بموبايل تاني. واخر حاجه لو عايز اعمل لها اعاده ضبط. ده بالنسبه للتفضيلات. بعد كده عندنا هنا اخر حاجه عندنا هيكون الاباوت، وده لما انت شايف اسم الساعه والماك ادرس بتاعها والمعلومات بقى الخاصه بالساعه والسيريال نمبر. ده بالنسبه للسوفت وير والمواصفات التقنيه الخاصه بالساعه. الكي سيلكت الكي اس 3 اللي اخيرا عملنا لها ريفيو بعد تجربه استمرت حوالي 4 شهور، من شهر 10 و11 و12 و1 و2 بجربها بقى لها 5 شهور، فتجربه استمرت فتره طويله جدا. فدلوقتي خلينا نخش على الجزء الفيديو ونتكلم معاه. برنامج وربط الساعه بالموبايل، والساعه بتشتغل على برنامج الكي اس او اس. ده اللي هو شكل البرنامج، ودي البرنامج بيجي باربع واجهات مختلفه. اول واجهه الخاصه بالداتا الصحيه بتاعتك على مدار اليوم، الخطوات والسعرات الحراريه والمسافه اللي انت مشيتها والوقت اللي انت مشيت فيه. عندك بعد كده الخطوات، وعندك الاجهاد او الجهد، عندك قياس الاكسجين في الدم، سجل الرياضه لو بتلعب رياضه، مستوى صوت المحيطي او الضجيج اللي حواليك، وهكذا من الداتا الصحيه اللي ممكن تستفاد بيها او تعمل لها تزامن ما بين الساعه والبرنامج. عندنا هنا اللي هو الصفحه الثانيه الخاصه بالتمارين الرياضيه بتاعتك، لو انت عايز تعمل جري في الخارج، جري في التريد ميل، المشي في الداخل، وهكذا. مجموعه من الالعاب اللي ممكن تلعبها وانت مشغل الاوبشن ده من على الموبايل. فمثلا لو انا ماشيه في الخارج واعمل بدء بالشكل ده كده، مجرد ما افتح المود الرياضي على الموبايل دايركت بيفتح على الساعه، وتلاقي الساعه شغلت المود الرياضي اللي انت استخدمته. طبعا تقدر تفتح الجي بي اس وتعرف انت بتتمشى فين، تقدر ترجع تاني للشكل العادي بالشكل دوت، وتقدر انت طبعا تخرج من المود الرياضي من خلال انك تضغط هنا، وبعد كده تضغط ضغطه طويله بالشكل ده وتعمل انهاء، وبكده يبقى انت خرجت من المود الرياضي. الصفحه الثالثه عندنا وهي الصفحه الخاصه بقى بربط الساعه بالموبايل والاوبشنز اللي بتاخدها من الكونكشن. طبعا زي ما انت شايف ادي الساعه وادي الخلفيه اللي على الساعه بتعمل تزامن على البرنامج، ودي الخلفيه اللي احنا محملينها دلوقتي. تقدر كمان تغير اسم الساعه تخليه اي اسم زي ما انت عايز. عندك هنا الواجهات بقى الخاصه بالساعه، والساعه بتدعم مجموعه كبيره جدا من الواجهات. هننزل عليها الساعه بتيجي في خلفيه 2 3 4 5، وانا منزل حوالي 9 او 10 خلفيات بما فيهم الخلفيه الشخصيه. اقدر بضغطه واحده كده اغير الخلفيه اللي انا عملتها على الساعه، ضغطه واحده بالشكل ده اغير الخلفيه عشان دي اوريدي الخلفيات المتحمله. طيب عندنا بقى مجموعه كبيره جدا من الخلفيات هنا وصل حديثا فيهم مجموعه، يعني ننزل دلوقتي حوالي 10 خلفيات. هنجرب ننزل الخلفيه ال11 نشوف هتنزل ولا هنضطر نمسح حاجه. نزلت معانا الخلفيه رقم 11 على الساعه. ده شكل الخلفيه بعد ما حملناها، وبقى في بقى مجموعه كبيره جدا من الخلفيات. كل الخلفيه دي انا حملتها من شويه وانا بجرب الخلفيات اللي ممكن انزلها على الساعه. يعني الساعه دلوقتي بقت لحد دلوقتي 10 خلفيات يعني. ولو عايزين نغير او نعمل صوره شخصيه بنعملها من المكان ده كده، بنخش هنا على الفوتو، نبدا نخش بقى على الالبوم ونحمل الصوره اللي احنا عايزينها، وبنحمل نعرف بقى او نظبط التايم نحطه فين. عندك اهو الوان التايم فين، والوان التايم ايه، ولون الكلام اللي مكتوب على الخلفيه ايه، تايم عايزه يكون شكله فين بالظبط. فتفاصيل كتيره ممكن ان انت تظبطها لما تيجي تعمل خلفيه شخصيه خاصه بيك. طيب عندنا بعد كده هنا الاشعارات، مجموعه كبيره جدا من الاشعارات. تفتح الاشعار الاول تقفله من هنا، وعندك بعد كده بتعمل سماح لكل البرامج الاساسيه، وعندك بقى كل البرامج اللي على الموبايل بلا استثناء هتلاقيها موجوده هنا. بتفتح اللي انت عايزه وتقفل اللي انت مش عايزه. مثلا انا مش عايز البرنامج ده، بقوم عامل ايقاف للاشعار. الموضوع بياخد وقت شويه، بس ده اوبشن من الاوبشنات المميزه جدا في الساعه. عندك بعد كده هنا المنبه، نقدر نضيف اوقات المنبه يروح بيعمل تزامن للساعه، ونقدر ان احنا بنسمي المنبه وبنعمل الاعدادات بتاعته كله من على البرنامج. بعد كده هنا عندنا اوبشن خاص بالمكالمات، بنفتح الاوبشن بتاع المكالمات من هنا. طبعا هو قافل عشان احنا دلوقتي بالليل، فبالليل الساعه الوحيده بتعمل اغلاق للمكالمات. ده اعداد انا مظبطه على الساعه. وعندك الساعه بتعمل تزامن ل 40 اسم. ال 40 اسم دول بتقدر تنقلهم انت على الساعه عشان تكلمهم، ما لهمش علاقه باظهار اسم متصل او خلافه، دول عشان انت تكلمهم مباشره من على الساعه. كل ما الاسماء اللي انت بتعملها تزامن كترت، كل ما كان البحث عنها رخم، لان انت متخيل لو الساعه بتعمل لها
كلمات تزامن ل 100 اسم. خلينا نفترض انت بتكلم الرقم 80، تقعد تبحث عن رقم 80 في موضوع رخم، فكل ما العدد كان قليل كل ما كان احسن. 40 رقم حلو جدا، 40 واحد انت تكلمهم. طيب خلينا نفترض معاك افتراض احمد محمود كلمك وانت مش مسجله، فاحمد محمود بيظهر لان الساعه بتدعم اظهار جميع الاسماء المتصله، هتلاقي احمد محمود متسجل في سجل الاسماء، فتقدر انت تكلمه مباشره من على الساعه من غير برضه ما ترجع للموبايل. ده بالنسبه للاوبشن الخاص بالمكالمات. عندك طبعا الاوبشن الخاص بتتبع الصحه، في تتبع ضربات القلب والاجهاد والاكسجين، الدوره الشراريه الخاصه بالمراه، تتبع للميه والمشي ومراقبه النوم، وتتبع لمستوى الصوت المحيطي، وتتبع لطاقه الجسم، ده اوبشن برضه موجود في الساعه، وتتبع لمعدل التنفس. دي كلها اوبشنات الساعه بتعملها، البرنامج بيعملها لك من خلال الساعه. خلينا على سبيل المثال نتكلم عن تتبع ضربات القلب. تقدر ان انت تتبع ضربات القلب والتنبيه بارتفاع المعدل او التنبيه بانخفاض المعدل، وتقدر كمان تخلي التنبيه دوت على قيمه محدده، يعني مثلا تنبيه مثلا لو القياس وصل ل 120 او 130 او 140 حسب بقى انت وايه وصحتك يعني. وده بالنسبه لتتبع معدل ضربات. عندك بعد كده هنا بقى الموسيقى، فتقدر ان انت تفتح الاول اوبشن التحكم في الموسيقى، عايزه من على الساعه ولا لا، وتقدر برضو تتحكم انت محتاج الساعه تعرض لك معلومات الاغنيه اللي شغاله ولا لا، وتقدر ان انت تحمل او تنزل نغمات. تقدر تنزل لحد حوالي 30 ميجا، فحوالي 6 او 7 ساوندات. وتقدر كمان تعمل قوائم تشغيل خاصه بيك وتضيف على قوائم التشغيل دي اغاني معينه، بس هم في الاخر احنا بنتكلم في 30 ميجا، يعني حوالي من 6 ل 7 او 8 ساوندات بالكتير قوي. عندك هنا بقى الكالندر او جدول التذكير، ممكن تعمل مثلا مشوار مهم ماشي، وتقدر ان انت مثلا تقول ان محتوى العنوان صلح مثلا العربيه. فالساعه الصبح اول ما تصحى من النوم كده بتجي لك ان انت عندك مشوار المهم وتفاصيل المشوار عامله ازاي. بعد كده عندنا هنا بقى المذكره الصوتيه اللي هي الحاجات اللي انت عملت لها سجل من على الساعه. احنا عملنا تسجيل صوتي من شويه بيتنقل دلوقتي على الموبايل وهو لوحده جالك قال لك ان في تسجيل. نخش بقى بالشكل ده كده ممكن نسمعه. الو ايه الاخبار يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم محمد في فيديو جديد. ده بالنسبه للريكورد اللي احنا عملناه. بعد كده عندنا البطاقه الالكترونيه عباره عن QR خاص ببرامج السوشيال ميديا بتاعتنا يا شباب، عشان لو احنا عايزين نديه لحد بشكل سريع فنقدر ان احنا نعمل QR لواتساب لفيسبوك للتيك توك اليوتيوب اي حاجه، واي حد بيطلب اكونتاتك بيمسح QR بياخد الحاجات دي بسرعه. في مزيد من الاعدادات بقى فيها ايه، التعرف التلقائي على الرياضه، قلت لك ان ده اوبشن تفتحه وتقفله من هنا. وعندك المورنينج تيست اللي هي اللي اول ما بتصحى الصبح الساعه تديك مورنينج كده الساعه 8 الصبح، فيها بقى ايه خطوات والطقس والبطاريه وانشطه الامس وشويه حاجات كده بتبقى حلوه قوي يعني. عندنا هنا البحث عن الساعه بتضرب بالشكل ده كده. وعندنا هنا اوبشن الويك اب، لما نرفع ايدنا الساعه تنور. تتبع الدوره الشهريه طبعا ده اوبشن خاص بالسيدات. عندك اشعارات الطقس بتفتحها وتقفلها من هنا. عندك بعد كده الساعه العالميه بتضيف تايم، عندك مثلا بنتابع القاهره ولندن ونيويورك وطوكيو، فلو عايز تتابع الساعه في اي دوله في العالم. وعندك هنا مستوى السطوع تقدر تتحكم فيه برده من على البرنامج. وعندك السطوع التلقائي بقى بالليل، فالساعه لوحدها بتضلم بالليل. عندنا بعد كده هنا الردود السريعه، عندك اوبشن الردود السريعه على الرسائل النصيه او على المكالمات. بعد كده بيكون عندنا هنا الصوره المصغره اللي هي الشاشات الجانبيه، ممكن بقى تتحكم انت فيها من البرنامج. ممكن كمان تشيل حاجات، يعني مثلا مش عايزين الحاجه دي نشيلها، وممكن نغير الترتيب. لو انا عايز اول حاجه مثلا عندي هنا تحكم في الطقس او ماسك التحكم في الطقس كده نطلعها فوق. التحكم في الموسيقى، فبالتالي لما نعمل كده لازم نخرج الاول ونخرج نرجع كده، بقى اول حاجه عندنا التحكم في الموسيقى. ده بالنسبه للصوره المصغره. كده لغه الساعه تخليها بقى تتبع النظام او ممكن تغيرها زي ما انت عايز كده. بقى انا غيرناها للغه العربي، لو احنا عايزين نغيرها للغه الانجليش نقدر نقوم نغيرها للغه الانجليش بالشكل ده كده. نخرج نخش تاني نغيرها للغه الانجليش بالشكل ده ونرجع تاني باك. بعد كده نخش ونخرج بقيت باللغه الانجليش. ده بالنسبه للجزء الخاص بالمزيد من الاعدادات. عندك بعد كده هنا GPS، هي بتعمل تحديث تلقائي للGPS بتاعها بتاع البرنامج. هنا تعليمات بشان البطاريه، بيقول لك ازاي بقى تحافظ على البطاريه، فبيقول لك بقى اقفل الحاجات اللي ملهاش لازمه دي، فانت بتقفل عشان البطاريه تقعد معاك بشكل اكتر. يعني بيقول لك لما تقفل الاكسجين انت كده، يعني هو بيعرفك اهوت انك لما بتقفل قياس الاكسجين بيقول لك انك لما بتشغله الساعه بتقيس مره كل 30 دقيقه، فده بيستهلك البطاريه. وعندك هنا هو سيناريوهات لاستخدام البطاريه، كل حاجه فيهم بتقفلها بتكتر من عمر البطاريه. طبعا الاباوت بتاع الساعه اسمها وتاريخ اصدارها وتحديث بتاع البيانات بتاعتها. اخر واجهه عندنا الواجهه الخاصه بالاكونت بتاعك بقى والاهداف اللي حققتها وخلافه من الداتا، اللي اعتقد يعني ملهاش اهميه ضروريه الا لو انت بتلبس الساعه بقى باستمرار وعايز تعرف التقارير الاسبوعيه بتاعه الحاله الصحيه والرياضيه بتاعتك. ده بالنسبه للسوفت وير وربط الساعه بالموبايل من خلال البرنامج. خليني دلوقتي اخش اوريك اظهار اسم متصل، شكل الساعه اثناء اظهار اسم متصل بتكون عامله ازاي. فالساعه بتدعم اظهار اسم متصل بشكل كويس جدا. اي حد سواء انت رابطها عن طريق البرنامج، يعني احنا كده سواء انت رابطها عن طريق البرنامج او عن طريق الكونكشن، هي المفروض بتربط اصلا الاثنين مع بعض في وقت واحد. لكن خلينا نفترض مثلا انك ضغطت على البلوتوث كده وقفلت الكونكشن الخاص
خاص بالمكالمات. الساعه برضه بتدعم اصدار اسم متصل، وادي الاكشن اللي ممكن تاخده سواء انت رابطها مع المكالمات او سواء انت رابطها مع البرنامج بس. اول حاجه هنشوفها مع البرنامج بس هتكون عامله ازاي، ودلوقتي نشوف الكونكشن بعد ما نوصل الساعه عن طريق البلوتوث المباشر هيبقى عامل ازاي. كانش نكون خلصنا جزء من الفيديو، هنخش على الجزء الاخير في الفيديو نتكلم عن الخلاصه وراي عام عن الساعه الكي سيلكت الكي اس 3. بعد ما قلت لك ان هي مرت بتجربه على مدار 4 شهور، لسه النهارده من ضمن التجارب اللي بجرب فيها بقى بعد ما خلاص فنشت الفيديو ان ناخد بيها شاور بقى واعرضها للميه بشكل طبيعي لواحد بياخد شاور، مش قاعد بحطها تحت الحنفيه، مش قاعد بحطها تحت الحنفيه كده، لكن الاستخدام الطبيعي تاخد شاور. يعني خرجنا من التجربه مفيش اي مشكله في الساعه، المايكات شغاله، السبيكر شغال، صوت الساعه كويس، مفيش اي مشكله قابلتها بعد تجربه الساعه في المايك. مميزات الساعه حدث ولا حرج، تجربه ممتازه جدا للساعات المربعه، وكمان اللي بتيجي بالشاشه كيرفت. شاشه كيرفت مريحه في الاستخدام، شكل جميل، شاشه تحسها 3 دي توصلون اي حته تشوف منها تفاصيل الساعه. الصراحه كانت تجربه مثاليه جدا، ما قابلنيش فيها اي دفعات تقريبا. مقارنه يا جماعه بنفس الفئه السعريه، بلاقي ناس تكتب مثلا على مدار متابعتي اراء الناس اللي جربت الساعه الكي سيلكت الكيس، الاقي واحد يقول ده هي ما فيش فيها رد على الرسائل. الاوبشن ده مش موجود في الفئه السعريه دي. انت بتتكلم في اوبشن موجود في ساعات ب 7000 وب 9000 وب 10000، الاقي واحد يقول اصل هي ما فيش فيها ان اف سي. برضه اوبشن زي ده هو اصلا يعني اساسا هو مش شغال في مصر بشكل كويس، لكن هو برضه مش موجود في الحاجات اللي في الفئه السعريه دي. فمقارنه باللي موجود في نفس الفئه السعريه اللي الساعه فيها، ساعه ممتازه جدا جدا جدا، وتناطح اي ساعه معاها. يعني حط لي اي ساعه معاها هقول لك دي احسن منها ب1 2 3 4. طيب الساعه طلع ميزات كويس، اظهار اسم متصل، رفض وكنسل على المكالمات، كونكشن واستقرار كونكشن مع الموبايل تحفه، كوليكشن من المواصفات الممتازه جدا في الساعه الكي سيلكت الكي اس 3 اللي تخليك في تجربتك للساعه دي مرضي جدا، مبسوط جدا، تجربه ممتازه. ساعه تقدر تغير لها سترابات مقاس 22 اي ستراب في السوق، تشكيله من الاوبشنز والامكانيات اللي تخليك تشتري الساعه دي لو انت حابب الشكل المربع، الساعه الكيرفد، الشاشه الامولود، الجي بي اس، مقاومه مار 5 اي ام. كان شكرا يكون خلصنا الريفيو الخاص بالساعه الكي سيلكت الكي اس 3. اتمنى ما اكونش طولت عليك، واتمنى يكون الريفيو على كل حاجه محتاج تعرفها عن الساعه. في النهايه طبعا ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتعمل اللايك الجميل. عايز ارجع اوصل كل جديد في عالم السمارت واتش بشكل خاص، اكسسوارات الموبايل بشكل عام. كان معاكم محمد، في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.